واضح أن أيضا هناك رد من قوات الاحتلال التي تقول نحن مستعدون لمواجهة أي تصعيد. الآن من حي الرمال غرب مدينة غزة مراسلنا هشام زقوت. هشام، إذن واضح أن الأمور تسير بسرعة الآن. كتائب القسام تعطي مهلة جديدة ويفترض أن تنتهي خلال 15 دقيقة. حدثنا عن الأجواء عندك أولا. قبل الأجواء أو الحديث عن الأجواء هنا بالقرب من البرج الذي قصف وسوته الطائرات الحربية بالأرض، ربما تشاهدون إذا كان الزميل المصور يستطيع الاقتراب أكثر من الغارة الإسرائيلية. هي تستهدف ربما موقع أمني قريب من المكان الذي نتواجد فيه. غارة إسرائيلية نفذت قبل قليل، قبل دقائق أو قبل دقيقة فقط، على هذا الموقع الأمني الفلسطيني في غرب مدينة غزة. نحن هنا عند برج هنادي الذي وهو أول برج سكني تدمره وتسويه سلطات والغارات الإسرائيلية بالأرض. اقتلعته ربما من جذوره من الأرض، دمر وسوي بالأرض كاملا، دمرت جميع الشقق السكنية في هذا البرج. وربما نستطيع البحث مع هذه الغارة. كان هناك بعض السكان يتفقدون منازلهم وأيضا يتفقدون هذه الشقق السكنية. بعض الجيران أتوا لتفقد المكان هنا بعد الغارة الإسرائيلية التي أحدثت دمارا كبيرا في هذا المكان. هشام، فقط الحمد لله على سلامتكم. أريد أن أحاور أحد الجيران. الحمد لله على السلامة. إيش اللي صار عندك؟ الله يسلمك. والله اللي صار إنه قالوا أجانا بلاغ حوالي الساعة 6:30 إنه بدهم ينزلوا برج هنادي يقصفوه، فقالوا اخلوا المنطقة. فإجينا إحنا عشان دار ابني هان بيتنا، فإجينا نخلي المنطقة وطلعنا من البيت وجينا نشوف البيت مبهدل. أعطيني مفتاح السيارة يا راجل، يا ولادي في الدار. غارات جديدة الآن، غارات جديدة، سلسلة من الغارات الإسرائيلية الجديدة على مدينة غزة وبالقرب من هذه المنطقة التي نحن نتواجد فيها. الآن رشقة أيضا من الصواريخ للمقاومة الفلسطينية، تطلق رشقة صواريخ جديدة باتجاه البلدات الإسرائيلية والمدن الإسرائيلية. وهذا الصوت ناجم عن إطلاق رشقات صاروخية جديدة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية بالتزامن مع غارات إسرائيلية تنفذ على مواقع قريبة هنا في غرب مدينة غزة. ربما استهدفت موقعا أمنيا غرب غزة قرب شاطئ البحر. والآن رشقات جديدة ربما هي تنفيذ لما تحدث عنه تهديد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس حول إطلاق صواريخ وتحذيره من أن استهداف البرج السكني سيكون هناك رد عنيف من قبل المقاومة الفلسطينية. ستستهدف ربما مدينة تل أبيب. الآن رشقات صاروخية عنيفة وكثيفة أيضا باتجاه المدن الإسرائيلية. بحسب المصادر الإعلامية فهناك حديث عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سدود. حسبي الله ونعم الوكيل. الآن إعلان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تقول أنها توجه ضربة صاروخية هي الأكبر لمدينة تل أبيب وضواحيها ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبراج المدنية. ربما نرى حجم الدمار الذي أحدثته الغارة الإسرائيلية، سلسلة من الغارات الإسرائيلية من طائرات الاستطلاع، نحو 7 صواريخ نفذت طائرات الاستطلاع على هذا البرج السكني، ومن ثم نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات أخرى.
وسوت هذا المبنى وهذا البرج الذي يتكون من 13 طابقا يحتوي على مجموعة من الشقق السكنية ويحتوي على مجموعة من الشقق السكنية المدنية. وبعد أن أخليت جميع هذه الشقق فقط تأكيدا أيضا متابعة لما تقول مراسل الجزيرة أفادنا بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، بمعنى أن صفارات الإنذار قد انطلقت في تل أبيب، الصواريخ قد أطلقت من غزة. أتابع كلامك هشام. بالفعل هي صواريخ ورشقة صاروخية كبيرة نفذت، ربما هي الأكبر منذ بدء التصعيد الإسرائيلي أمس، وإعلان كتائب القسام أنها بعد تنفيذ تحذيرها وتهديدها بتنفيذ إطلاق لصواريخ من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس. يمكن أن نشاهد هؤلاء الجيران وحجم الدمار الذي طال هذا المنزل القريب من البرج لم يتضرر لوحده. يمكن النظر أن هذه المنزل وهذا العمارة السكنية التي يقطنها عدد من السكان من عائلة صف الله. سنتحدث الآن نرى أيضا رشقة صاروخية جديدة باتجاه مدينة تل أبيب كذلك بحسب إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. كذلك هناك إعلان يبدو أن كتائب القسام أعلنت عن عدد الصواريخ بالتحديد، تقول 130 صاروخا تم إطلاقهم باتجاه تل أبيب في عملية هي الأكبر، وذلك ردا على استهداف الأبراج المدنية. بالفعل كتائب القسام قالت أنها وجهت ضربة صاروخية هي الأكبر لمدينة تل أبيب وضواحيها ب130 صاروخا ردا على استهداف العدو الإسرائيلي للأبراج المدنية. وهذه أصوات التفجيرات الناجمة عن إطلاق هذه الصواريخ. ربما أعود إليك، كيف أنتم كنتوا في البيت؟ إيش اللي صار معكم؟ إحنا ما كناش في البيت، إجانا خبر إنه بده يصير قصف لبرج هنادي، وابني ساكن هان، أنا أبو هيثم سق الله، فجيت على طول أخليته من البيت وأخلينا، فبعد ما خسف رجعنا لقينا البيت مدمر بالكامل هيك زي ما أنت شايف. فالحمد لله إحنا فيش إصابات لأنه كنا البيت مخلع، وبعده تم إخلاء كل المنطقة من هنا. قديش حجم الأضرار اللي صارت عندكم في البيت؟ والله في حضرتك كل البيت مدمر عندنا، يعني بقدرش أقول لك مبلغ، بس بدي أشوفه، بس كثير مدمر في جوا يعني في الداخل. كم عائلة تسكن في هذا المنزل؟ العمارة هذه فيها حوالي 15 شقة، 15 عائلة. فوق أحسن، بس تحت هنا مدمر أكثر حاجة تحت هنا يعني. الحمد لله على سلامتكم والسلامة غنيمة. ربما هذا المنزل هو شاهد عيان على حجم الدمار الذي حدث في هذه المنطقة. هي منطقة معروفة في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، معروفة بأنها فيها أكثر من برج سكني. ربما يمكن أن نرى عدد من الأبراج السكنية وجميع هذه الوحدات السكنية وهذه الأبراج مقابل برج الذي دمر وسوي بالأرض. هناك برج سكني آخر وكذلك هناك بجانبه أيضا برج. جميع هذه الوحدات وأغلب هذه الوحدات القريبة دمرت. akşam iftar vaktinde İsrail uçakları ويمكن مشاهدة الآن سيارات الإسعاف تنطلق إلى موقع قريب. هناك انطلاق لعدد من سيارات الإسعاف باتجاه موقع، ربما هي ذهبت إلى الموقع الأمني الذي حدث فيه القصف الإسرائيلي. من المعروف أن جميع المواقع الأمنية مواقع المقاومة الفلسطينية أخليت بسبب هذا التصعيد. هذا التصعيد المستمر منذ أمس على قطاع غزة بالكامل. والآن هناك تصريح أيضا لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وقال أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس أنه ردا على استهداف الأبراج السكنية. Akşam iftar vaktinde Siyonist İsrail uçakları
Gazze'de bir sivil binayı hedef almıştı ve bu sivil bina 13 katlı sivil bina Henadi isimli apartmanı hedef almıştı. 13 katlıydı ve 40 dairenin olduğu ifade ediliyor idi. Biz de vurulma anına ait görüntüleri sizlerle paylaşmış idik. Ve şimdi ekranlarınızda gördüğünüz gibi bu bölgede, binanın vurulduğu bölgede Filistinliler arama kurtarma çalışmalarını yürütüyorlar. İftar saati civarında yapılan bu saldırıdan dolayı henüz daha şehit ve yaralılara dair bir açıklama gelmemiş olsa bile tahminler yaralı ve şehit sayısının olabileceği noktasında olabileceğini söylüyorlar. Şimdi ise Tel Aviv'e yönelik füze saldırılarının olduğuna dair bilgiler geçiyor ajanslar ve Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı haberleri geliyor. Yine akşam 19 civarında Kudüs seriyelerinden ve aynı şekilde de Kassam Tugaylarından iki ayrı açıklama gelmişti. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde İsrail'i sivil noktaları vurmama konusunda uyarmıştı. Eğer sivil noktaları vurmaya devam ederseniz füzeyle yapacağımız saldırı çok sert olacak demişti ve Tel Aviv ile Askalan'ı işaret etmiş idi ve saatlerimiz 21'e gelirken de Tel Aviv'e yönelik bir füze saldırısının olduğunu görüyoruz ve şu anda ekranlarınızda Gazze'yi görüyorsunuz geniş açıdan ve az önce de Gazze'den bir füzenin fırlatıldığına dair de bir görüntü ekranlarımıza yansımış oldu. Tel Aviv'den ise siren sesleri ve şu anda bir arda peş peşe Gazze'den füzeler fırlatılıyor. Ekranlarınıza yansıyor şu anda. Füze saldırısı devam ediyor. Muhtemelen bu füzelerin hedefi Siyonist rejimin kalbi Tel Aviv olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda ekranlarınıza çok net bir şekilde Gazze'den direnişin yapmış olduğu füze saldırılarını sizlerle paylaşmış oluyoruz. Tel Aviv'de de efendim söyleyeyim sirenlerin çaldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Kudüs seriyeleri de şu sıralar dakikalar içerisinde bir açıklama yayınlayacak ve en son yaptıkları açıklamada Kudüs seriyelerinden gelen son açıklamada çok sert intikam alacağız denilmişti. Bu açıklamayı da şu anda ekranlarınızda sizlerle paylaşıyoruz. Kudüs'e dönecek olursak Kudüs'te de hareketlilik var. Şeyh Cerrah mahallesinde de Filistinlilerin toplanıp bir hazırlık yaptıklarını görüyoruz. Pankartlar da ellerinde görülüyor ve şu anda yine ekranlarınıza dikkat ederseniz bu görüntüler canlı. Gazze'den direniş füzeleri ard arda ateşlemiş durumda ve şu anda Kassam
Kassam ve Kudüs seriyeleri المصبوغ حقيقة Siyonist rejimi vuruyor. Şu anda ekranlarınızda صواريخ وصافرات الإمداد direnişin Siyonist rejime karşı misillemesini canlı olarak كله يبدو görüyorsunuz. الآن 4 صواريخ متتالية أو 6 صواريخ متتالية. نعم. انظروا إلى كم هذه الصواريخ التي تنطلق الآن من شمال قطاع غزة. مشهد غير مسبوق حقيقة في أي جولات القتال السابقة بين Bu görüntüler ise إسرائيل. evet, şu anda yeni bir füze saldırısı görüntüsü geldi. Dakikalardır Gazze'den, Gazze şeridinden Kassam ve Kudüs seriyeleri füzeleri ard arda ateşliyor ve Tel Aviv'de şu anda olağanüstü bir hal durumu var. Sirenler çalınıyor ve Yahudiler bu saldırıya, Siyonistler bu saldırıya karşı uyarılıyor. Zira ifade ettiğimiz gibi Kudüs seriyeleri ve Kassam akşam saatleri Siyonist rejimi sivil hedefleri vurmama noktasında uyarmış idi ve intikamın sert olacağını, sert bir karşılık verileceğini belirtmiş idi. Evet, aslında şu anda Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir eylem var. Eylemde efendime söyleyeyim Siyonist rejim askerleri var ve Filistinliler var. Gazze'den fırlatılan füzeler Şeyh Cerrah Mahallesi'nden duyuluyor ve şu anda Şeyh Cerrah Mahallesi'nde de bir teyakkuz hali olduğunu görüyoruz. Ve bu füze saldırısının direkt hedefi, füze saldırılarının direkt hedefinin Tel Aviv olduğunu söyleyebiliriz. منظومة القبة الحديدية رشقات متتالية لاعتراض هذه الصواريخ من فوقنا وطبعا نحن علينا أن نبقى الآن مدة 10 دقائق حتى تسقط كل هذه الشظايا على الأرض. طبعا هي الاعتراضات كانت مباشرة، الاعتراضات كلها مباشرة من فوقنا. نعم. اعتراضات مباشرة فوقنا هنا في جنوب عسقلان. نحن نرى الآن يعني لا ندري، نحن تركنا الكاميرا مفتوحة لا ندري ماذا تشاهدون. لا يعني حتى الآن El Cezire ise sadece Tel Aviv'in değil Askelan'ın da hedef alındığını ifade ediyor şu anda. Bu bilgiyi de geçiyor. El Cezire kanalı Kassam'ın Tel Aviv'e 9 füze fırlattığı bilgisini geçiyor. Tel Aviv'de ise sirenlerin çaldığını biliyoruz ve Tel Aviv'in üzerinde ise Tel Aviv'den de görüntüler geliyor. Kassam ve Kudüs seriyelerinin Gazze'den fırlattığı füzeler Tel Aviv'i hedef almış ve Tel Aviv üzerinde yükselen dumanların, siyah dumanların görüntüsünü İsrail rejimine ait Kanal 12 televizyonu bu bilgileri geçiyor. Ve şu anda ekranlarınızda az önce gördüğünüz füze saldırısını görüyorsunuz. Bu füze saldırısı az önce yapıldı. Gazze'den fırlatılan füzelerle direniş Siyonist rejimin kalbini, Tel Aviv'i hedef aldı.